اطلبوا الإسعاف بسرعة، النجوم حالتهم صعبة وبين الحياة والموت. حرام عليك، حرام عليك يا رامز، ايه اللي بتعمله فينا ده؟ مش كده يا أخي. ده كان رد فعل ضيوف رامز جلال السنة دي. مش بس كده، ده فيه 4 ضيوف مش هتتوقعوا أسمائهم اتنقلوا للمستشفى وحالتهم خطيرة جدا، ولسه في منهم اللي بيتعالج لحد اللحظة دي. مين النجوم دول وحصل فيهم ايه؟ وكمان مش هتتخيلوا الفلوس اللي خدوها مقابل انهم يطلعوا مع رامز جلال السنة دي. خلينا نقول لكم في البداية ان رامز السنة دي قرر ما يركزش بس على الفنانين، ده الموسم ده مليان بلاعيبة الكورة المعروفين جدا، والأول مرة محدش عارف فكرة البرنامج ولا تفاصيل المقلب، بس شكله برنامج جامد جدا. والمقلب المرة دي صعب ومرعب لدرجة ان في 4 ضيوف دخلوا المستشفى. اول ضحية هي سمية الخشاب، ودي بقى اتنقلت للمستشفى واتحجزت كذا يوم، واتصابت بكدمات شديدة وخدوش واتبهدلت خالص، وكانت بتصرخ من التعب. مش بس كده، ده اللي حصل لها ده خلاها توقف تصوير مسلسلها اللي هيتعرض في شهر رمضان. شرخ في الرجل ده اللي حصل في شيرين رضا، واللي طلبوا لها الإسعاف بسرعة بعد ما لمت فريق العمل عليها من الوجع، وكانت بتعيط ومنهارة، بس رامز ما سابهاش لحظة وكان معاها في المستشفى وفضل يعتذر لها. صريخ وعياط من أيتن عامر ده اللي حصل في الحلقة بتاعتها، وده بسبب الكدمات الصعبة اللي حصلت لها، وطبعا اتنقلت للمستشفى هي كمان عشان تاخد الإسعافات والعلاج المناسب ويقللوا من الألم والتعب اللي كانت حاسة بيه. ورغم إنها كانت متعصبة جدا، بس وافقت على عرض الحلقة وقالت لرامز المسامح كريم. كمان كهربا اتصاب بكدمات صعبة جدا في كتفه أثرت على أدائه في بعض المباريات، بس واضح إن الفلوس اللي خدها من رامز عوضته عن أي خسارة كروية. السؤال بقى، رامز جلال خد كام السنة دي من البرنامج ده؟ خلينا نقول لكم إن ميزانية البرنامج وصلت ل90 مليون دولار. أيوة، زي ما سمعتم كده، 90 مليون دولار. رامز جلال خد منهم 5 مليون دولار. أما بقى باقي المبلغ فتوزع على الضيوف واللوكيشن والتصوير. كمان البرنامج السنة دي هيكون مليان بالنجوم والمفاجآت، ومن أبرز النجوم اللي موجودين السنة دي عمرو يوسف وهنا الزاهد وهنادي مهنا. ناس كتير كمان بتسأل عن عمر رامز جلال، خصوصا إن شكله ما بيتغيرش. الصدمة بقى إن رامز مش في التلاتينات ولا الأربعينات، رامز جلال عنده 51 سنة. في النهاية بقى، تفتكروا برامج رامز جلال مقالب حقيقية ولا متفبركة؟ شاركونا بالتعليقات.